الرقاق مش حادق وبس، مش للحمة المفرومة بس، الرقاق هنعمل منه تحلية حلوة جدا باللبن والسكر كده، بس حاجة لذيذة. تحلية بسيطة كده هتعمليها في 5 دقايق وهتطلع معاكي في منتهى الجمال، زي الجلاش بالظبط، حاجة جميلة جدا جدا. يلا بقى حطي لايك للفيديو وتعالي نبتدي الفيديو ونشوفه. بس اول ما نخش على الفيديو ما تنسيش لو اول مرة بتشوفيني تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل وصفاتي الجديدة. اول حاجة كده انا جبت الصينية اللي هدخلها الفرن ودهنتها زبدة وركنتها على جنب، وممكن تدهنيها سمنة. جبت كمان معايا كده وعاء تاني حطيت فيه كوباية من الحليب الساخن او اللبن الساخن، وحطيت فيه معلقة كبيرة من الزبدة، وتقدري تستبدلي الزبدة بالسمنة. وحطيت معلقتين كبار من السكر، يعني هنا عندنا كوباية لبن سخنة محلية وفيها قطعة زبدة او قطعة سمنة، وهقلبهم كده بالمعلقة. طبعا لان اللبن سخن الزبدة دابت معايا على طول. هجيب بقى الرقاق بتاعي كده وهبتدي ان انا اشربه نفس ما بنعمل الرقاق بالشوربة، بس هنا هنبدل الشوربة باللبن، وهتحطي معاه كيس فانيليا. يبقى اللبن هنا معانا كوباية لبن سخن عليها معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة، عليها 3 معالق كبار مليانين من السكر، او معلقتين لو مش بتحبي الحاجة مسكرة قوي، عليها كيس فانيليا. وممكن لو عندك بيكنج باودر تحطي رشة صغيرة، يعني حوالي كده ربع معلقة. وهبتدي اجيب الرقاق بتاعي واسقيه كده، اجيب ارش عليه بالمغرفة كده زي ما انتم شايفين لما اشربه كله من الناحيتين. والخلطة دي هنا حلوة قوي لان مش هتخلينا ان احنا نورق الرقاق. يعني ايه نورقه؟ يعني تقعدي تحطي رقاقة وتدهنيها زبدة وبعدين تحطي رقاقة، طبعا بعد ما تبليها بتحطيها وتروحي حاطه على وشها زبدة. ممكن تعملي ده وممكن تعملي ده، لكن الخطوة دي طبعا اللي بنعملها دي اسهل بكتير، لان انت كده بتغلفي الرقاقة باللبن والزبدة مع بعض، فمش هتحتاجي ان انت تورقيها، وبتبقى مورقة وجميلة جدا، وهتشوفوها معايا ان شاء الله في اخر الفيديو لما نطلعها من الفرن. طبعا الرقاق عندي هنا مكسر، مفيش اي مشكلة، بنحطه مفيهوش اي حاجة خالص. اخر رقاقة بس هي اللي بنحطها سليمة علشان الشكل بتاع الصينية من فوق، لكن غير كده حتى لو عندك رقاق مكسر ممكن تعمليه بالطريقة دي، مفيش اي مشكلة. بعد بقى ما هشرب الرقاق كله كده زي ما انتم شايفين وشربه من الناحيتين، هرصه في الصينيه. واحسن كمان ان انت تجيبي صينيه على قد الرقاق بتاعتك، يعني تقيس الرقاق على قد صينيه من قبل ما تشتغلي. عشان انا الصينيه هنا معايا جت صغيره شويه، ولكن انا كنت خلاص دهنتها زبده فقلت مش مشكله، هبقى اكسر الرقاقه كده، او يعني هحاول ان انا احطها كده زي ما انتم شايفين. بصوا اخر رقاقه اهي جت كبيره شويه، فهكسرها من الجنب كده وهحطها، يعني هتصرف. عشان كده بقول لكم قيسوا الرقاق الاول قبل ما تشتغلوا على قد الصينيه. وشويه بقى الخليط اللي فاضوا معايا كده هحطهم على الرقاق، طبعا مش هنرميهم، احنا بنوفر، مش هينفع نرميهم خالص، ده فيهم زبده ولبن وسكر. حطيتهم بقى كده وهدخلها الفرن تاخد لون حلو كده على درجه حراره 180 كده لحد ما تاخد لون ذهبي كده، وطبعا بتكون قرمشت معايا شويه. هخرجها بقى من الفرن وهروح سقياها كوباية لبن كده برضو متحلية، وادخلها الفرن تاني دقيقتين بس كده تتشمع، واخرجها واقطعها. ده طبعا بعد ما خرجت من الفرن وقطعتها، شايفين في منتهى الجمال ازاي، ولكن المقطع اتحذف مني طبعا، اسفة جدا، ولكنها كانت تحفة زي ما انتم شايفين، مقرمشة من بره وطرية كده من جوه، وطعمها في منتهى الجمال. تحلية سريعة كده نعملها في 5 دقايق، جربوها وان شاء الله هتعجبكم، واستنوني في وصفات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.